الدعاء اللي دعيته بالظبط اتحقق، رغم كل الحاجات اللي انا كنت شايفاها مستحيله. تعمل ايه علشان ما يجيش رمضان الجاي الا وانت محقق حلمك باذن الله؟ اكتر وقت ان شاء الله ربنا هيستجيب لدعائكم فيه، وايه بالظبط صيغه الدعاء اللي تدعوا بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ انا النهارده مش هكلمكم عن ازاي تذاكروا في رمضان، انا النهارده هكلمكم عن ازاي باذن الله ما يجيش رمضان الجاي الا وانتم محققين حلمكم ان شاء الله. وده مش بس بالمذاكره، المذاكره ليها طرق كتير، ليها مواعيد كتير للمذاكره. كل واحد فينا بيختلف، هو يقدر يصحى امتى ويقدر ينام امتى، ايه النظام الافضل ليه في رمضان ان هو يذاكر بيه. فمش نظام واحد بيطبقه حد يبقى انت لازم تطبقه، يبقى هو ده النظام الصح وبس. لا، في انظمه كتير قوي والمناسب معاك طبقه. بس انا دلوقتي كلامي هيبقى على الادعيه اللي انت تدعيها، فانهي وقت تدعيها، تعمل ايه علشان ما يجيش رمضان الجاي الا وانت محقق حلمك باذن الله. وده حصل معايا انا شخصيا عن تجربتي، اللي تعملوه من حيث الادعيه والجانب الديني في رمضان عشان باذن الله تحققوا حلمكم، ورمضان الجاي يجي عليكم وانتم في الكليه اللي نفسكم فيها ومحققين كل اللي بتتمنوه. انا كده عملت لكم فيديو عن الادعيه اللي كنت بدعي بيها في الثانويه العامه عموما. قبل ما اقول لكم ايه الادعيه بالظبط وامتى تدعوها في رمضان، اكتر وقت ان شاء الله ربنا هيستجيب لدعائكم فيه، وايه بالظبط صيغه الدعاء اللي تدعوا بيه، حابه اقول لكم برده على السريع ايه المواقف اللي حصلت معايا اللي خلتني متيقنه كده ان باذن الله الدعاء ده هيحقق لي اي حاجه انا عايزاها ان شاء الله. طبعا بجانب ان انا بعمل اللي عليا وببذل كل جهدي وبجيب اخري. طبعا انا في رمضان ما كنتش ماشيه بروتين ونظام رائع ومثالي. هقول لكم بس الحاجات اللي حصلت معايا بفضل الادعيه دي، وبعدين بقى هبدا اقول لكم ايه هي الادعيه وازاي تدعوها وامتى تدعوها. اول حاجه حصلت معايا ان انا كنت في رمضان ده للاسف كان عندي مراجعات مع مستر الجيولوجيا، كانت من 8 الصبح، وكنت مجبره ان انا اقوم لها من 7 الصبح وانا في رمضان. طيب انا يعني ما كنتش عارفه اعمل ايه، طب انا انام امتى، اقوم امتى، طب هل اقعد اصلا من الدروس ولا لا. انا ما كنتش بفضل فكره القعاد من الدروس، لان انا كنت حاسه ان انا كويسه في السنتر اكتر. ده غير ان انا كمان في العربي بالذات والانجليش وكده اللغات بالذات يعني مش بشوف ان انا بقدر اخدها. انا عن نفسي كنانسي مش بشوف ان انا اقدر اخدها اونلاين، انا بحب اخدها في السنتر يبقى قدامي المستر وهو بيشرح. فما كنتش قادره ان انا اقعد بالدروس، ما رضيتش اخد القرار ده، وقررت ان انا افضل مكمله في السنتر. وما حبيتش ان انا اسمع راي حد في الموضوع ده. انا كنت عارفه، انا اعرف ايه المناسب ليا، انتم لازم تقرروا ايه المناسب ليكم. ما تسالوش هل اقعد من السنتر ولا افضل مكمله ولا اخد اونلاين. انتوا تقدروا تاخدوا القرار بنفسكم، مش محتاجين ان احنا نقول لكم الموضوع ده. انت ادرى بنفسك، هل هتقدر تلتزم بالاونلاين ولا هتراكم عليك وتندم بقى ان انت قعدت اونلاين. هل السنتر بيضيع لك وقت كبير قوي لدرجه ان انت مش هتلاقي وقت خلاص تذاكر في رمضان مثلا؟ لو شايف ان كده فخلاص يبقى حول اونلاين والتزم بالاونلاين بقى تماما، وخلاص خد عهد على نفسك ان انت هتبقى ملتزم. يا اما خليك بقى في السنتر، مش مهم الوقت اللي بيضيع، بس على الاقل مش هتراكم عليك حصص بالاونلاين، لان كمان الاونلاين عايز ان انت تعامله على انه هو حصه درس، كانك بتروح الدرس. ده خلاص الحصه هشوفها الساعه مثلا 8 او 9 الصبح، كانها ميعاد درس عادي، وهقعد اشوفها كلها ورا بعض كاني باخدها في السنتر عادي. مش هقعد اقطع فيها دلوقتي حته وبالليل حته. الحاجات دي كلها برضو من الاخطاء الشائعه يعني اللي بتخليكم تاخدوا وقت طويل قوي في الاونلاين وتراكموه عليكم. فشوف انت ايه المناسب ليك واعمله. اكمل لكم. كنت خلاص قررت ان انا مش هقعد من الدروس دلوقتي. رمضان وقتنا كان جاي في شهر 4، كان خلاص يعني قربت اكتر الامتحانات كده. انتوا دلوقتي يعني الحمد لله لسه في فرصه، هو في شهر 3 وهينتهي على اول 4، لكن احنا كان في 4 كله، اخد شهر 4 كله. انا كنت عندي درس زي ما بقول لكم الساعه 7 الصبح، اضطر ان انا انام بعد ما اصلي الفجر، اروح نايمه، اقوم الساعه 7 الا ربع او 6 ونص كمان علشان الحق البس واجهز عشان خاطر اروح للدرس. اروح رايحه للدرس ارجع منه، للاسف طبعا المستر كان بيتاخر عبال ما يدخل، يتاخر عبال ما نمشي ونطلع. كنت برجع كده على الساعه تقريبا 10 مثلا او 11 ساعات، لان كمان كان بعيد. فكنت نقول مثلا انا كنت برجع 10، ف 10 اروح نايمه لحد الساعه 12 او 12 ونص. تمام، انام لحد الساعه 12 او 12 ونص، اصحى ابدا بقى اشتغل تاني اذاكر. انا كده خلاص اخدت شحنت طاقتي شويه. انا بالليل اصلا ما نمتش الا 3 او 4 ساعات بالكتير قوي، فلازم ان انا انام طبعا بعد ما ارجع من الدرس، ده طبيعي، والا مش هقدر انجز ولا اعمل اي حاجه باقي اليوم. فكنت بنام ساعتين ولا حاجه، اروح قايمه ابدا ارجع اذاكر تاني لحد الوقت اللي انا هقول لكم عليه في اخر الفيديو، وده اللي هنبدا فيه ندعي بعد ما افطر.
اقعد بقى لحد ما تيجي وقت التراويح. بصراحه ما كنتش بعمل اي حاجه لان كنت ببقى حاسه بخمول رهيب وان انا عايزه انام اصلا، لحد ما يجي وقت التراويح انزل اصليها وارجع تاني ابدا بقى. بلاقي نفسي فقت بعد ما اتحركت وكده ونزلت وصليت ورجعت بفوق، فببدا اذاكر لحد السحور واتسحر واصلي الفجر وهكذا، نفس الروتين. طبعا ده كان موترني ومخوفني قوي ان انا عدد ساعات مذاكرتي بقى اقل بكتير من عدد الساعات اللي انا كنت بذاكره في الايام اللي قبلها. يعني انا في شهر 3 كنت بذاكر اكتر من كده بكتير، ده انا كنت بقعد طول اليوم اذاكر، مش في اي حاجه بتقومني من على المذاكره يعني غير هو الخمس صلوات وخلاص. يعني هم دول اللي انا كنت بقوم لهم المذاكره والاكل وبس، وحتى ساعات كنت باكل في مكاني. فانا كده ده عدد ساعات مذاكرتي قلت جدا عن ما كنت بذاكر. احنا اصلا في شهر 4 يعني بنقرب اكتر للامتحان وانا بقلل من عدد ساعات مذاكرتي، ودي كانت حاجه مخوفاني من جوه ومأثره على نفسيتي شويه الفتره دي. رغم اي توتر كنت بحس بيه واي قلق واي شعور كان بيجيلي ان انا مش هحقق حلمي وان انا ده انا بقيت اذاكر اقل من الاول، كنت لسه متمسكه بان انا لازم ادعي بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، ان انا لازم ما بطلش وما اوقفش خالص، لان دي الدعاء ده المنقذ الوحيد ليا. انا كنت دايما مقتنعه بكده، واقتنعت بكده اكتر وتيقنت من كده لما ربنا من فضله وكرمه حقق لي اللي انا عايزاه. وفعلا الدعاء اللي انا دعيت بيه بالظبط اتحقق من فضله وكرمه طبعا عليا. حابه بس يعني اطمنكم علشان محدش يقول مثلا ان انا لو ما مشيتش بروتين معين او انا مش عارف امشي بالروتين بتاع فلان فهل كده انا مش هحقق حلمي. لا، كل واحد بيختلف. طيب تاني موقف حصل معايا وانا ما حكيتهوش قبل كده، وهو ان في رمضان اللي فات على طول كنت في اولى كليه، كان عندي موديول اسمه الماسكولوسكيلتال. الموديول ده كان يعني اول مره في حياتنا ناخد اناتومي بالكميه دي، اللي هو التشريح، ناخد بالكميه الكبيره دي. يعني كان كميه حرفيا كبيره زياده عن اللزوم. كنا بناخد كل عضله من عضلات الجسم، بناخدهم عضله عضله، بناخد كل نيرف وبيعدي عليهم، كل ارتري بيمشي عليهم، كل حاجه بالتفصيل الممل. فالموضوع كان بالنسبه لي صادم يعني مرعب كمان. كنت حاسه ان انا مش هعرف احل في الفاينل، مفيش، ما بقعد اقول لا انا مش هفتكر كل ده، عقلي مش هيقدر ان هو يجمع كل ده، انا هجيب في الموديول ده درجه وحشه جدا. كنت برضو رغم كل اليأس والاحباط اللي بحس بيه ادعي بالطريقه اللي انا هقولها لكم برضو دلوقتي. في رمضان كنت بدعي كمان بحاجه معينه ان انا اجيب في الموديول ده A+. انا كنت بدعي بكده. انا اول مره اقول الموضوع ده بجد لاي حد، بس انا حابه ان انا اشاركه معاكم انتوا. فكنت بدعي ان انا اجيب في الموديول ده A+، رغم ان انا كنت حاسه باحباط رهيب ان انا يعني ده انا مش عارفه افتكر حتى الحاجه. وجا الفاينل وامتحنت، طلعت من الامتحان قلت ده انا مستبعد اصلا A+ ده يا رب اجيب ايه حتى، يعني يا رب اجيب امتياز عادي، مش عايزه A+، امتياز بس يا رب. يعني على الحل اللي انا حسيت ان انا حلاه، اسئله برضو اللي جت تقيله شويه، سلمت امري لله خلاص، انا عملت اللي عليا ودعيت ربنا وخلاص امتحنت، خلاص بقى الحمد لله على كل شيء. طلعت النتيجه، والله العظيم والله يا جماعه الموديول الوحيد في السنه كلها بتاعت سنه اولى دي اللي اجيب فيه A+. مفيش ولا موديول كنت في سنه اولى جايبه فيه A+ غير هو الموديول ده. سبحان الله، والله العظيم هو الوحيد اللي كنت جايبه فيه A+. وقتها فعلا حسيت بقد ايه انا سبحان الله، يعني انا الدعاء اللي دعيته بالظبط اتحقق رغم كل الحاجات اللي انا كنت شايفاها مستحيله. المذاكره نفسها اللي كانت صعبه عليا، ان انا الم المنهج قد ايه كان صعب، ان انا الامتحان نفسه كنت حاسه ان انا مش حله اللي هو يخليني اجيب الدرجه دي، لا ورغم كده الحمد لله جبتها بفضل ربنا وكرمه عليا. من وقتها بقى خلاص يعني في ثانويه عامه ودعيت في رمضان بالطريقه دي والحمد لله اتحقق حلمي، ورمضان اللي بعده جه عليا وانا محققاه، وفي الكليه ما جاش برده رمضان اللي بعده الا وانا محققه الحاجات اللي انا دعيت بيها من فضله وكرمه. عشان كده انا عامله الفيديو ده النهارده علشان اقول لكم ايه هي الادعيه والتوقيت بتاع الدعاء اللي تدعوا فيه، واللي باذن الله ان شاء الله مش هيجي رمضان الجاي الا وانتم محققين حلمكم. بس اهم حاجه تبقوا بتعملوا كل اللي تقدروا عليه ايا كان الروتين اللي هتعملوه في رمضان. المغرب بيأذن الساعه 6، هتسيبوا المذاكره الساعه 5 بالكتير قوي 5 ونص، تسيبوا اي حاجه في ايديكم وتروحوا تقعدوا كده في مكان لوحدكم، تقعد كده على سجاده الصلاه بتاعتك ومعاك المصحف بتاعك، عايز تقرا قران بقى شويه الاول، تذكر ربنا شويه الاول، بعدين هتبدا بقى تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما قلت لكم في فيديو الدعاء قبل كده، لازم اي دعاء كنت بدعيه
بقول في البدايه اصلي على سيدنا محمد، وفي النهايه اصلي على سيدنا محمد، لان ربنا سبحانه وتعالى اكرم واعظم من انه يرفض الدعاء اللي ما بين صلاتين على سيدنا محمد. فيعني دي حاجه مهمه قوي برضو، اوعوا تغفلوا عنها. ايه بقى اللي في النص؟ كنت بقول دايما يا رب يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم. وبعدين بقى اقول يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقني. وتقولوا بقى الطلب اللي انتوا عايزينه بعديها على طول، اي حاجه انتوا عايزينها، حتى لو حاجه تفصيليه ادعوا بحاجه تفصيليه. يعني يا رب مثلا اكرمني بكليه كذا واجعل لي فيها الخير، طالما انت عايزها قوي قوي فقول كده يا رب اكرمني بكليه كذا واجعل لي فيها الخير. انا كنت دايما بصراحه بعمل كده، بقول يا رب اكرمني بكليه طب بشري واجعل لي فيها الخير، علشان خاطر لو هي ما فيهاش الخير ربنا يجعل لي الخير فيها وادخلها. وبعدين تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكده خلاص انت خلصت الدعاء ده. اذن المغرب، قبل بقى ما تاكل اي حاجه، تمر، اي حاجه قبل ما تحطها كده في بقك، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قول تاني الطلب اللي انت عايزه، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعدين بقى الدعاء بتاع الافطار عادي، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، ثبت الاجر ان شاء الله. وبعد كده بقى تفطر براحتك وتعمل اللي انت عايزه، خلاص انت كده دعيت، وربنا يتقبل يا رب صيامكم كلكم ودعائكم يا رب. وفي حاجة مهمة جدا، ان انت لازم 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 تدعي بالطريقة دي وفي الوقت ده كل يوم في رمضان في نفس التوقيت ده. الإلحاح في الدعاء، والله العظيم يا جماعة أقدار بتتغير بالدعاء، كل حاجة ممكن تتحقق بالدعاء. فما تفوتوش يوم من أيام رمضان، من أيام الشهر الكريم ده، إلا لما تدعوا. ادعوا في نفس التوقيت ده بالذات، مش في أي وقت تاني. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله تضمن ان يجي رمضان الجاي وانت محقق اللي نفسك فيه وفي الكليه اللي انت عايزها. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعود عليكم بالف خير باذن الله وبصحه وسلامه، وفي الكليه اللي انتوا عايزينها ان شاء الله. مع السلامه.